الآن إلى استفتاء حلقة اليوم عبر صفحة قنوات الكاس في منصة إكس، والذي كان برأيكم من سيتوج بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم. إذن 72% توقعوا تتويج البي اس جي، بينما يعتقد 28% أن تشيلسي سيختفوا اللقب. سيد بديع أو أستاذ بديع، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، ما رأيك بعمل المدرب ماريسكا الذي طور الفريق مؤخرا وأظهر بصماته أيضا؟ بلا شك 28% أعتقد أنه مجملهم من محبي تشيلسي، لأنه المنطق يقول أنه باريس سان جيرمان هو المرشح. بالنسبة لماريسكا ما قدمه مع فريق تشيلسي الصراحة في 2025 منذ يناير تقريبا، وتشيلسي في تحسن مستمر مثل ما ذكرنا في البدايه. توج بلقب اوروبي، صحيح انه ليس في قيمه دوري الابطال التي حققها بي اس جي، لكنه يبقى لقب معتبر بالنسبه لفريق تشيلسي الذي اغلق به ملف كل المسابقات الاوروبيه، لانه اصبح النادي الوحيد الذي يتوج بكل الالقاب التي ينظمها اليويفا. ثم شاهدنا ان تشيلسي لا يتاثر بالغيابات في حضور مدرب مثل ماريسكا، دائما يجد الحلول. شاهدناه ايضا في المباراه الأخيرة ضد فلومينينسي، عرف كيف يسير الفريق حتى في فترات صعبة. يعني نعلم جيدا أن المباريات هناك في الولايات المتحدة يعني تدار في توقيت مبكر نسبيا، يعني في الظهيرة والحرارة مرتفعة، بالتالي هذا يتطلب مجهودات بدنية جبارة من اللاعبين. لكن ماريسكا ما يحسب له أنه أحسن التصرف في المجموعة بشكل كامل، ولو حقق اللقب على حساب بي اس جي كما ذكرت سيكون مفاجأة مدوية في عالم كرة القدم، وسترفع بلا شك أكثر فأكثر أسهم المدرب ماريسكا.